سلام، كيفكن؟ اليوم وصفتنا كتير بسيطة وسهلة ومن أطيب أنواع المعكرونة. معكرونة الروبيان يعني القريدس بحليب جوز الهند. من أبسط وأسرع وأطيب الوصفات، لازم تجربوها. يلي بعده مش مجربها احضروا الفيديو للآخر واعملوها، أكيد حتنال إعجابكن. وما تنسوا تشتركوا بقناة اليوتيوب رحومة فود، وعلى الإنستا وبالتيك توك. خليكم معي للآخر لنعملها مع بعض. هلا بالبداية هون بتستعملوا أي نوع معكرونة انتو بتحبوه. أنا استعملت نوعية الفيتوتشيني ومكتوب على الكيس قد ايه بدها وقت للسلق. الروبيان عندي جبت كيلو من الروبيان مسلوق. بس تشوفوا القريدس لونه أورانج يعني الروبيان لونه أورانج بهيدا اللون، يعني هيدا معرض للغلي مسلوق. أما اللي لونه رمادي بكون ني ما معرض للغلي. هلا طريقة تنظيفه صورت لكم كيف بنطفه على السريع، شي حبتين بس بهيدي الطريقة. بالسكينة بشرحها من تحت وبقم الجلد، بخلي الطرف الأخير ما بشيله، وبيبقى عنا من فوق خيط الرمل. كمان بنشرحها بالسكينة شي بسيط ومننضفها من خيط الرمل، هيدا اسمه خيط الرمل، بنتخلص منه. بنعمل حبة تانية ليكون عندكم فكرة أوضح. براس السكينة بشرحها شي بسيط لسهل علي تنظيف قشرة أو حسكتها من برا. بنضفها بهيدي الطريقة، تنظيفهم مش صعب. ليكو طلعت القشرة لحالها، وبترك الطرف التحتاني ما بتخلص منه هيدي القشرة. وكمان ما ننسى من فوق نشرحها وننضفها من خيط الرمل. بس حبيت صورلكن حبتين لحتى تتأكدوا وتتعلموا كيف تنظيفها يلي ما بيعرف. هلأ في بعض الحبات بالروبيان أو القريدس بتطلع نظيفة من فوق، بتطلع نظيفة. هون ليكو هيدي الحبة كمان تركتها بالفيديو كرمال تشوفوا انه في حبات بتطلع نظيفة ما فيها خيط رمل. هلا نظفنا الروبيان غسلتهم. هيدي الكمية اللي عندي شو بعمل؟ كل حبة بقطعها 3 حبات. فيكن تتركوها الحبة مثل ما هي حجمها. جهزتن عندي كمش من البقدونس، كمش صغيرة تقريبا شي 12 عرق من البقدونس مغسولين بفرن فرم ناعم جدا. بمقلية على النار كمية من الزيت النباتي وقطعة كبيرة من الزبدة بدوبهم، وبنفس الوقت بنسلق المعكرونة وبنعمل الصوص بيخلصوا مع بعض. بقلي بصلة كبيرة أو بصلتين حجم وسط، وهون الطنجرة على النار بنحط ملح ومي للمعكرونة وبننزل المعكرونة. وعندكم حرية الاختيار أي نوع معكرونة بتحبوا فيكن تستعملوا. أنا استعملت الفيتوتشيني. تحمرت البصلة، نزلت عليها، نحمر البصلة أطيب منخليها بيضة. نزلت عليها القريدس. وهون ملاحظة مهمة، يعني هيدي الوصفة الصوص كلها على بعضها 4 دقايق. منحط كل الأغراض والأشياء منهيرن حدنا على المجلة ومنطبخها. عرفتوا كرمال تخلص معنا دغري وما نخليها تغلي كتير، لأنه بنشف الروبيان. بحط حصين من الثوم دغري فوق القريدس، حصين توم مدقوقين حركتهم دغري. بحط البقدونس، مش بنطر دقيقة، لا. حطينا الروبيان القريدس، حطينا التوم، حطينا البقدونس، دغري بضفلها الملح حسب الرغبة ورشة بهار أسود. بنضيف دغري الكريمة. حطيت 1.5 كوب من الكريمة. أول شي مبدئيا حطيت كوب، وحطيت هون كوكونات ميلك الحليب جوز الهند لايت. هيدا حليب جوز الهند طعمته خرافية، بتشهي لازم تجربوها. أخدت نص كوب من حليب جوز الهند. جربوها يا جماعة كتير رح تحبوها. ما تكتروا منه لأنه شوي سويت هو وتقيل، فما تكتروا. حطيت نص كوب لهالكمية وتركتها تغلي ببعضها انجا دقيقة. رجعت ضفت نص كوب من الكريمة. ليش ضفت نص كوب من الكريمة؟ ليعطيني كمية أكبر، لتطلع كمية الصوص أكتر عندي لعائلتي كرمال عائلتي. هون تركت عندي 3 حبات من القريدس بقشرون لزين فيهم الطبق. آخر شي بترك الصوص تغلي دقيقة، وبهالوقت دغري بضيف عليها مية معكرونة تقريبا كفكيرين. بحط البقدونس اللي بقيوا عندي وشوية من جبنة البارميزان تقريبا 2 معلقة كبار، بيعطيها نكهة وملوحة طيبة. برجع بزيد شوية بهار أسود، وهي المعكرونة صارت جاهزة. كتير بسيطة. بنطبخها للمعكرونة والصوص مع بعض، وبتخلص الطبخة مع بعض كلها على بعضها 5 دقايق مش أكتر.
دايما لما تعملوا هيك وصفات معكرونة فيها كريمة وقريدس بدها وقت قصير، ما بيتحمل القريدس، وهيدي النتيجة النهائية. وقت التقديم بمقلية على النار حامية بحط كمية من الصوص، ملعقتين 3 مش أكتر، وبحط شوية معكرونة بصفين وبحطهم دغري فوق الصوص. وطريقة التحريك هي قلب بالمقلية مش بالملعقة. المعكرونة دايما بس بدنا نحركها إذا كانت طويلة مثل الفيتوتشيني منقلبها تقليب هي، وهيك منقدمها بالصحن صارت جاهزة. كتير بسيطة وسهلة كلها على بعضها 5 دقايق بسيطة. نكهة الكوكونات حليب جوز الهند فيها كتير طيب، وبيلبق لها حر. اللي بيحب الحر فيكم تحطوا قرن حر صغير، بس أنا كرمال ولادي هيدي الوصفة لولادي كرمال هيك ما حطت حر. ما تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو إذا حبيتوه، واكتبوا لي بالتعليقات شو بتحبوا، شارككن أفكار جديدة طبخات جديدة. وما تنسوا تشتركوا وتعملوا لي حركة الإكسبلور بالتيك توك. يعطيكم ألف عافية.